فاكرين الموت بعيد؟ ده أقرب من النفس اللي بتتنفسه. اشترك في القناة واستغفر ربك في التعليقات عشان ايديك تكون شاهدة عليك وتتكتب لك حسنة. كان يوم عادي، دفنة زي أي دفنة، بس بالنسبة له كانت البداية. بدأوا يدفنوه، وأول حفنة تراب نزلت فهم إن اللعبة خلصت. كل اللي كان بيحبهم مشيوا وسابوه لوحده. صوت التراب نازل عليه وخطوات بتبعد والسكون قاتل. الضلمة كانت كحل لحد ما ضوء غريب ضرب في وشه، وفجأة الملكين واقفين قدامه ووشهم مش مفهوم. صوت نفس بطيء وهمسات غير مفهومة. واحد منهم قرب، بص في عينه وسأله: من ربك؟ لسانه مربوط، قلبه مرعوب، ودقات قلبه سريعة. التاني قالها بصوت تقيل زي الصخر: ما دينك؟ هو حاسس ان لسانه مش مطوعه يتكلم، نفسه يجاوب بس الكلام مش طالع، وصرخ صرخة مكتومة. قالوا له آخر فرصة: من نبيك؟ عينه دمعت لأنه عارف الإجابة، بس الوقت فات والندم ما بقاش ينفع. بيحاول يتحرك أو يصوت بس مفيش صوت، مفيش حركة. هو حي بس مش قادر يعمل حاجة. صوته مكتوم، صرخته مش مسموعة. وفجأة القبر ضمه ضمة كأن الجبال بتتحط عليه، ضلوعه بتتكسر ومفيش مفر. الأرض بدأت تسخن، ريحة نار، باب من أبواب جهنم اتفتح. وهنا كان بيتمنى يرجع، بس خلاص مفيش رجوع. وقال في سره: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بس خلاص أمر انتهي ومفيش مفر. اشترك في القناة، ولو عاوز المحتوى يبقى ديني اكتب في التعليقات.